عايز اسمعكم حاجه قديمه. طبعا انت عشان تثبت وجهه نظرك لازم يعدي عليك الزمن، هي كده. عشان تثبت وجهه نظرك لازم يعدي عليك الزمن. تعالوا نشوف نادي الزمالك وقت ما تعاقد مع شمشون الجبار. وكان كادر اعلامي او واجهه اعلاميه لنادي الزمالك قال ايه على الصفقه دي. اسمع وافهم واضحك. تعال اسمع. واعتقد ان صفقه سامسونج دي او سامسون هتبقى شمشونه. صفقه سامسون هتكون في الفتره الجايه يا كابتن طارق، هيبقى مسار اهتمام انديه كبيره في العالم بعد تالقه ان شاء الله في الدوري المصري. هيبقى مسار اهتمام انديه كبيره في العالم. ده لاعب واحد كمان واحده والنبي يا ري، كفايه بقى، ده كمان واحد. عنده موهبه كبيره جدا واضحه، بيلعب بكلتا رجليه وكمان بيعرف يلعب بدماغه. فلما بيبقى لاعب بالمواصفات دي اعتقد انه هيبقى ليه مستقبل كبير في كرة القدم المصرية. الحقيقة لان انا شايف ان الولد ده، انا قلت حتى هو 800,000 دولار تقريبا، اعتقد ان هو ممكن يجيب مثلا مبلغ اضعاف هذا المبلغ بعد نهاية الموسم القادم ان لم يكن في يناير. احنا شفنا الله اكبر عليك، ايه الحلاوة دي، ايه الحلاوة دي. فيريرا فرق مع لعيبه ناشئين، فتخيل مع موهبه كبيره ولاعب كبير وعنده قوه جسمانيه كبيره. اعتقد ان هيفرق كتير جدا في الدوري المصري في السنوات القادمه. وده يا كابتن طارق بالظبط ذكاء اداره نادي الزمالك في انها بتختار اللاعب مين هيعمل ايه، هيوصل لايه بعد كده. طبعا زي ما سمعتوا عمنا الدرديري قال ايه، كلام مضحك جدا جدا جدا. ولكن يا جماعه هي دي الناس اللي ماسكه الكوره في مصر. على فكره مش في الزمالك بس، في الاهلي كمان في نفس القصص. هنجيب فيديوهات ليها برضو، هنجيب فيديوهات برضو للاهلي على لعيبه ياما عظموا فيهم وطلعوا مفيش. لكن هي دي الكوره في مصر بامانه الله. لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل علامه الجرس. شكرا.